السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جميلة جدا وجديدة لسلق اللحمة. هنعملها كده بطعم جميل جدا للحمة، ولون وطعم أجمل للشوربة، وكمان ريحتها كده معانا هتجيب من آخر الشارع. كمان هنعمل منها بخطوات بسيطة جدا ألذ ملوخية. ملوخية كده بلون أخضر، بكمان لها عرق كده زي ما حضراتكم شايفينها معايا. تعالوا مع بعض ندخل على تفاصيل الوصفة بتاعتنا. بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله وندخل على وصفتنا النهاردة. أنا معايا اللحمة بتاعتي، وطبعا الكمية زي ما حضرتك عايزة، وطبعا القطعية بنجيبها قطعية كده تكون مخصصة للسلق. في الوقت ده كده هاخد اللحمة بتاعتي وهبدأ كده ان انا اقطعها على البلانشة. اللحمة بتاعتي لسه قطع كبيرة، فهبدأ ان انا اقطعها كده لقطع متوسطة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا، واخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. يعني هقطعها كده كلها لقطع متوسطة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. فالوقت ده كده، وبعد ما اخلص تقطيع اللحمة بتاعتي، طبعا عارفين ان صحيا اللحمة مش بتتغسل، بس انا بحب ان انا اغسلها مرة واحدة بس بمية ومعلقة خل صغيرة. في الوقت ده كده هاخدها على الحوض وهغسلها كده بمية ومعلقة خل صغيرة، وده يكون شكلها كده بعد ما غسلتها. تعالوا يلا مع بعض نروح على النار. في حلة كده معايا على النار نزلت كده ب2 معلقة من الزبدة. الزبدة دي زبدة بقري أنا لسه مسيحاه في الوقت ده. في الوقت ده كده هبدأ إن أنا أنزل بالقطع اللحمة بتاعتي، وده طبعا بعد ما الحلة بتاعتي تسخن كفاية. وبعد ما الحلة كده ما تسخن كفاية نزلت بقطع اللحمة، وهبدأ كده إن أنا أقلب كده أول قطع أنا حطيتها في الحلة، لأن طبعا الحلة معانا سخنة. فطبعا أول قطع كده هتبقى واخدة سخونة الحلة كلها، فنبدأ إن احنا نقلبها في الأول حتى قبل كده ما نكمل نزول اللحمة كلها. وأول كده ما اللحمة بتاعتي الباقية بتاخد لون ببدأ إن أنا أقلبها على الجهة التانية. تعالوا يلا مع بعض كده نبدأ نحط البهارات بتاعتنا. نزلت على طرف المعلقة الصغيرة من الكبابة الصيني، ونزلت كمان بربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المجروش، ونزلت كمان على طرف المعلقة من بودرة الحبهان أو الهيل. في الوقت ده كده قلبت اللحمة كلها مع بعضها كويس جدا، وده بيكون شكلها معايا. في الوقت ده كده هنزل بعصير حبة طماطم كبيرة. أنا كده طحنتها كده في الخلاط مع نص كوباية من المية، وبعدين صفيتها، وبعدين بدأت إن أنا أستخدمها كده على اللحمة. في الوقت ده كده هبدأ إن أنا أغطي عليها وأسيبها كده معايا لحد كده ما الطماطم تستوي معايا وتتسبك. في الوقت ده كده وفي نص التسوية بدأت إن أنا أقلب اللحمة مع حبة الطماطم المطحونة اللي أنا حطيتها. وفي الوقت ده سِبتها كمان دقيقتين، ده بيكون شكلها كده الطماطم معايا استوت، وهتبقى كده طعمها معايا في الشوربة طعمها جميل جدًا، وحبة طماطم بس هي كفاية أوي. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل بالمَيّة المغلية، واديت للحمة كده تقليبة. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أحط عليها بعض الإضافات. هابدأ كده إن أنا أحط عليها كام ورقة كده من ورقات اللورا، وهانزل كمان ب2 حبة من الجزر، وهانزل ب2 حبة يعني صحيحة كده من البصل. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل كده بالبصل واديتها تقليبة زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أغطي عليها وهاسيبها كده لحد ما تستوي 3/4 سوا. وأول كده ما تستوي 3/4 سوا هابدأ إن أنا أكشفها وأبدأ إن أنا أضيف لها بعض الإضافات. في الوقت ده كده واللحمة بتستوي معايا، أنا معايا الملوخية. الملوخية بتاعتي باغسلها كده على الأقطاف بتاعتها. بابدأ كده إن أنا أغسلها مرة و2 لحد كده ما بتنضف معايا، وبعد كده بانشفها كده ما بين فوطين واسيبها معايا على الرخام 10 دقايق، بتبقى معايا زي الفل. وبعد كده ما بتنشف على الآخر بابدأ كده إن أنا أقطّع كده الأوراق الموجودة فيها أو أقطّف الأوراق الموجودة فيها، وباخد كده منطقة العِنْق دي مع الورقة. بتدّي كده قوام جميل جدًا للملوخية وبتدّيها عرق حلو جدًا. وحطيتها كده معايا على الصينية وبدأت كده إن أنا أخرطها بالمخرطة. بتتخرط كده معايا بكل سهولة، وممكن كمان نعملها في الكبة برضه هتدينا نفس النتيجة. وطبعا بالمخرطة بتتخرط برضه بسرعة جدا. يعني برضه بنضم كده الأوراق على بعضها وبنبدأ إن احنا نخرطها بالشكل اللي حضرتك شايفاه معايا. كل شوية بتنعم لحد كده ما بتدينا القوام الناعم اللي حضرتك هتشوفيه معايا دلوقتي.
في الوقت ده كده يعني مش بتاخد معانا أي وقت خالص، للناس اللي بيقولوا إن المخرطة بتاخد وقت، يعني حوالي كده 5 دقايق بتكون معايا بالشكل اللي حضرتِك شايفاه معايا ده، وكده بتكون جاهزة معايا. في الوقت ده كده تعالوا يالّا مع بعض نشوف الشوربة اللي معانا على النار أو تسوية اللحمة. في الوقت ده كده أنا ما زوّدتهاش أي مَيّة، يعني زوّدتها حوالي كوبايتين من المَيّة، بقت معايا كده اللحمة مستوية 3/4 سوا، يعني نيجي ندخّل الشوكة، الشوكة كده بتدخل لكن بتطلع شوية بصعوبة. في الوقت ده كده نزلت عليها كده بالملح الأبيض، ونزلت كمان بحوالي كده على طرف المعلقة الصغيرة من الفلفل الأسود المجروش، يعني مش أبدًا مش باضيف الناعم، باحط للحمة أو لسلق اللحمة فلفل أسود مجروش. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلّبها وزوّدتها مَيّة مغلية، وسِبتها كده لحد ما استوت تسوية كاملة، وده بيكون شكلها معايا. ما شاء الله قطع اللحمة كده معايا استوت وبقت زي الفل. في الوقت ده تقدري كمان إن أنتِ تعمليها بشوكة علشان تتأكدي إن هي استوت وبقت زي الفل. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أضيف لها بعض الإضافات. في طاسة معايا كده اديتها كده معلقة واحدة بس كده من الزبدة، الزبدة برضه الدايبة، لإنها برضه كانت معايا في الوقت ده المطبخ كان معايا سخن، فلسه دايبة معايا. هي زبدة صفرا وأنا سيّحتها كده وحوّلتها لسمنة بقري. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أحُط كده 2 فَص متوسط من التوم، دقّيتهم كده في الهون مع شوية من الملح، وبدأت كده إن أنا أدّيهم كده اللون الأشقر زي ما حضرتِك كده هتشوفيه معايا دلوقتي، وطبعًا مع التقليب المستمر. بدأت كده إن أنا أنزل كده ب2 فص التوم دول على اللحمة، أفكّرِك إن فصين التوم مش حجم كبير، يعني حجم كده متوسط. في الوقت ده كده طبعًا باين معايا كتير في الكاميرا عشان أنا مقرّبة الصورة. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أضيفه على اللحمة، وسِبت كده اللحمة معايا تغلي حوالي كده بعد الغليان بحوالي كده 30 ثانية، وبدأت إن أنا أطفي على طول، لإن لو غليت أكتر من كده طبعًا اللون الشوربة معانا هيفتح وهيبقى لونها أفتح من كده، وهتبقى معايا مش حلوة خالص. في الوقت ده كده بدأت إن أنا آخد كده في كاسرونة شوية كده من الشوربة وهي بتغلي. في الوقت ده كده حطيتها معايا على النار، جِبت معايا الملوخية بتاعتي وبدأت إن أنا أنزل بيها في الكاسرونة كده اللي فيها شوربة بعد ما الشوربة غلت. وفي الوقت ده كده نزلت بالملوخية، وأول ما بانزل بيها بابدأ إن أنا أقلِّب كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. الملوخية أبدًا مش بتتغطّى، لإن لو اتغطِّت الملوخية معانا بتسقّط، فالملوخية كده بنسيبها معانا مكشوفة. في الوقت ده كده اديتها تقليبة اندمجت مع الشوربة، وأول كده ما غليت سِبتها حوالي كده 30 ثانية، وبدأت إن أنا أنزّلها على طول. اديتها شوية كده من الكمون على الكزبرة على الملح الأبيض، وكده بقت شكلها كده جميلة جدًا. في الوقت ده كده تعالوا يالّا مع بعض نبدأ إن إحنا نعمل الطشة بتاعة الملوخية. في طاسة معايا نزلت كده بحوالي ربع معلقة من السمنة البلدي أو البقري اللي أنا سيّحتها معاكم، وهابدأ كده إن أنا أنزل عليها كده بفص واحد صغير من التوم، وطبعًا دقيته كده مع شوية من الملح. وطبعًا لإن كمية الملوخية اللي معايا كمية مش كبيرة، بدأت إن أنا أحمّره وبدأت كده إن أنا أنزل بيه على الملوخية بالشكل ده. اديتها تقليبة كده ودي الطشة بتاعة الملوخية. أول كده ما بتغلي معايا بابدأ إن أنا أطفي النار على طول، وكده الملوخية بتاعتي جاهزة وكده بقت تمام خالص. تعالوا كده مع بعض نبدأ كده إن إحنا نرجّعها كده في الطاسة علشان نشوف قوام الملوخية ولونها. ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا يالّا مع بعض نشوف لون الشوربة. ما شاء الله لون الشوربة جميل، ريحة كده الشوربة واللحمة كده جايبين من آخر الشارع، حاجة كده اللهم بارك. تعالوا كده مع بعض نشوف لون قطع اللحمة بتاعتي. ما شاء الله تقدري يعني تتاكل زي ما هي كده بدون أي تحمير. ونقدر كمان نقدمها جنب شوية من الرز الأبيض أو كمان شوية من الرز بالشعرية، هتبقى جميلة جدًا. وطبعًا في الوقت ده كده هنبدأ إن إحنا نزين اللحمة بتاعتنا بقطع الجزر اللي سويناها معاها، وده كده بيكون شكل الشوربة بتاعتنا النهارده. ما شاء الله شوربة جميلة جدًا، ريحتها اللهم بارك جايبة كده من آخر الشارع، حاجة كده جميلة جدًا. وكمان لون اللحمة جميل جدًا، أتمنى إن أنتِ تجربيها بنفس الطريقة. وصفة جميلة جدًا، وده تسوية اللحمة معايا. أتمنى لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبي لي رأيِك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.